بتفوز بكأس السوبر الأفريقي بعد فوز على نهضة بركان بهدف واحد مقابل لا شيء، هدف قاتل في الدقيقة 75 من فيستون مايلي من اسيست لشيبي. احسن لاعبين موجودين لغايه في الدوري المصري السنه دي، في الفرق اللاعبين من احسن لعيبه في الدوري واحسن لعيبه في مصر دلوقتي اللعيبه، اللاعب المغربي واللاعب فيستون مايلي اللي هو كونغو الديمقراطيه، هم اللي مودين بيراميدز في حته تانية. لغايه دلوقتي بيراميدز دي تالت بطوله ياخدوها على التوالي بعد ما خدوا بطوله افريقيا ودلوقتي كاس سوبر افريقي، وكانوا خدوا اللي هي البتاع اللي هي كانت الشمال اللي هي آسيا وأفريقيا والمحيط الأطلنطي دي نص العالم. ولسه هيلعبوا في كأس التحدي مع فريق المكسيكي أو الفريق البرازيلي، هنشوف مين اللي هيلعبوهم في قبل النهائي. بعد كده ممكن يلعبوا باريس سان جيرمان في النهائي، فهنشوف ايه اللي هيحصل في كأس انتر كونتيننتال. هنشوف بيراميدز هيعمل ايه الشهر ان شاء الله، البطولة شهر 12. ولسه في برضو كأس السوبر المصري اللي فيه الأهلي والزمالك وسيراميكا اللي هيبتدي أول الشهر الجاي إن شاء الله. وكده بيراميدز بيفوز 1-0 وبياخد البطولة التالتة في تاريخه ضد نهضة بركان. كمان النهاردة كان الزمالك بيلاعب فريق البطل السومار تكهارة ده، كان ماتش في مصر، الماتشين هيبقوا في مصر، وفاز 6-0 الزمالك. فريق ضعيف جدا، الزمالك عمل كل حاجة في الماتش، الفريق التاني ما جاش أصلا، وممكن الماتش التاني يخلص 8-9 للزمالك. من أسهل يعني الزمالك في نزهة بيتدرب في الماتشين دولت، فمبروك للزمالك بالسداسية، خلاص كده ساعد في دور المجموعات في كأس الكونفدرالية، وهنشوف هيبقى مع مين في مجموعته. كده اللي جاب الأهداف النهاردة الزمالك في الدقيقة 22 أحمد شريف، وفي الدقيقة 34 خوان بيزيرا، في الدقيقة 36 عمرو ناصر، في الدقيقة 65 سيف الجزيري، وأخيرا سيف الجزيري بيجيب أهداف بعد ما كان قعد مدة ما بيلعبش. خوان بيزيرا كان جون خامس في الدقيقة 77، وسيف فاروق جعفر في الدقيقة 83 جاب جون، وكان ممكن أي حد يلعب في الماتش يجيب جون ده، لو جابوا شيكابالا من الاعتزال لعب في ماتش كان هيجيب جون برضو. ففريق ضعيف جدا، والزمالك بيفوز بسداسية، ومبروك للزمالك ومبروك بيراميدز كاس السوبر الافريقي. وده كان اللي حصل في النهارده في الفرق المصريه. وكمان الاهلي فاز على فريق البروندي 1-0 هناك، ولسه ماتش العوده، فالفرق المصريه كلها كسبت. وامبارح الفريق الوحيد اللي تعادل اللي هو المصري بعد ما تعادل مع الاتحاد الليبي 0-0. ودي كل الفرق اللي لعبت المصريه اللي لعبت في افريقيا الاسبوع ده، ولسه بقى الاسبوع الجاي وان شاء الله لنجاح للفرق المصرية.